في خبر انا قريته برضو قبل ما ندخل بقى على 30 يونيو والكلام. في خبر قريته انه هيتعمل برج ايقوني جديد في العاصمه الاداريه الجديده. انتوا بتستفزوني عشان اعمل لكم محضر في الاسم ولا ايه حكايتكم بالظبط؟ لا ده انتوا قاصدين انا بقى برج ايقوني جديد ب 50 مليار جنيه يا ريس. لا انتوا شوفوا الريس فين. انا مش عارف الكلام ده ايه، لانه لو ايه والله يا نهار ازرز ده احنا هنتخاصم كده. برج ايقوني جديد بمليار دولار يعني 50 مليار جنيه دلوقتي يا مصر. ليه انتوا بايعينه واخدين المقدمات؟ ليه يا رجاله؟ عندنا والله العظيم وكتاب الله يا جدعان هي مش هتمشي غير باللي قلناه. ريحوا نفسكم، هاتوها بقى، هاتوا جهبزه انتاج، صناعه، زراعه، تصدير، حلك في الاربعه. اي حد فاكر نفسه رئيس الكوكب هيقول لي غير كده هسمعه واجامله واقول له نورت المحكمه. فاحنا مش رايحين ليه المنطقه دي سهله. 50 مليار يا ريس على جنب دول يابا يبنوا عشرات الالاف من المصانع المتوسطه ويتعمل لهم كيان، والصغيره ويتعمل لهم كيان كبير يدير انتاجهم ويصدروا. انما ايقوني، بصوا انا مش ناوي النهارده اتكلم في حاجات بسيطه، لكن الايقوني ده في الغالب ممكن اعمل لكم محضر في الاسم لو الكلام ده صحيح. حد هنا يقول لي يا استاذ هيثم والدوله مالها؟ ده العاصمه الاداريه الجديد. اقول له يعني هي مش مصر يا ابني ولا هي ايجيبت؟ مش احنا مع بعضينا نخلي بعضنا مع بعضينا ونخلي نفسنا من نفسنا؟ ايه العاصمه يعني؟ العاصمه دي بتاعت مين؟ كورورومبو؟ ما هي بتاعت مصر. والنبي يا جماعه يا اخواتنا الافاضل في الحكومه، انا مش عايز اتعصب تاني. يعني ادونا اخبار حاولوا تراعوا فيها ان الناس ما تتعصبش، لان العصبيه غلط علينا ومش هنلاقي الدواء والمستشفيات بتتأجر. يا حسن السنة يا نعم، فبالراحه علينا الله يرضى عليكم.